مانشستر سيتي إيه مشكلته؟ يعني هل هو الموسم ده خلاص بيب جوارديولا ما عادش بيب جوارديولا بتاع زمان؟ هل بعد الطلاق بيب جوارديولا اتغير؟ هل بيب جوارديولا فقد الشغف؟ دي كلها أسئلة بتتسأل. يعني بيب جوارديولا حتى أفكاره اللي هو كان أصلا ملك اللعب التموضعي في العالم، اللي هو بمعنى أصح بيخلي في كل مركز من المراكز زيادة عددية مش موجودة. يعني حتى لما خلى زيادة عددية في المباراة الأولى في كل مركز من المراكز ولعب ستونز جه عند الدقيقة 30 واختفى. دلوقتي اللعيبة ما عادتش بتنفذ أفكاره، دلوقتي ما عادوش بيرجعوا يدافعوا. النهاردة غير فكره كله ولعب لعب مباشر اللي هو مش متعود عليه، اللي هو نقلة واتنين وروح على المرمى. النهاردة غير استراتيجية لعبه كلها ضد ريال مدريد. هل بيب جوارديولا أفلس تكتيكيا؟ هل كفاية عليه كده؟ أنا ما أعرفش، بس أنا شايف إن هو غير منظومة اللعب بتاعته في مباراة ريال مدريد. كان المفروض إن هو ينزل جريتش عشان يقف حتى على الكورة شوية، أو كوفازيتش في نص الملعب. لا، هو لعب نقلة واتنين. عشان كده دي كانت سبب من أسباب ان ريال مدريد كان بيقطع الكرة وبيسترد الكرة بسرعة ويلعب على الهجمة المرتدة او بيلعب باللعب المباشر بتاع ريال مدريد. وطبعا عندهم امبابي وفينيسيوس ورودريجو بيخلصوا اي مباراة بسهولة جدا، وكان خلفهم بلينجهام. كل ما جوارديولا بيتكلم يقول لك انا عندي اصابات، انا عندي فرقة كاملة مصابة. بس انا شايف حاجات غير كده خالص. انا شايف ان في لعيبة شبعت من الكورة، وشايف كمان ان اهم ميزة عند جوارديولا وعند مانشستر سيتي، ودي اللي فرق كتير جدا معاه، وهو الضغط العالي او الضغط العكسي. ما عادش بيعمله، ما عادش قادر يعمله. لما ريال مدريد يطلع من الضغط بتاعك بكل سهولة واللعيبة بتاعتك بتبيع نفسها طول المباراة، اعرف ان مانشستر سيتي اتغير مع جوارديولا، وطريقة لعب جوارديولا اتغيرت، وتفكير جوارديولا وقف عند نقطة معينة ما عادش قادر يفكر. دي كلها اخطاء جوارديولا ومانشستر سيتي. سيبك من لعيبه وما تقوليش انا ما جبتش لعيبه، وما تقوليش لعيبه مصابه. حتى لو اللعيبه رجعت دي مشكله. اهم ميزه عند مانشستر سيتي وهو الضغط العكسي خلاص اختفى. الكلام ده طبعا من وجهه نظري، ويا ريت تكتب لي انت وجهه نظرك في التعليقات. هل مانشستر سيتي هيحقق بطوله السنه دي ولا لا؟ وهل جوارديولا هيكمل مع مانشستر ولا مانشستر هيستغنى عنه ويكيله في السنه اللي احنا فيها دي؟ ما تنساش اللايك والمتابعه، وبشكركم.